فانا جبت لكم اهو الفتيل القطني ده مقاس 1 ملي، ده مقاس ايه 1 ملي. خلاص هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشمعه مع بعض. طب يا شيماء انتي ملونه الشمعة، انا بس ملوناه عشان البس. تمام، والله انتوا عايزين تلونوا الفتايل عادي، يعني تستخدموا شمع ملون عادي، عايزين تخلوا الفتيل ابيض عادي، بس افضل حاجه هو تشميع شمع العسل او شمع النخيل. بس انا بفضل بصراحه شمع العسل كمان في التشميع. ليه يا شيماء؟ عشان هو بطيء الاحتراق. يعني ايه بطيء الاحتراق؟ الشموع الطبيعيه عندها ميزه حلوه جدا يا جماعه، اللي هي ان هي بتكون بطيئه الاحتراق، فبتقعد وقت طويل مع العميل. طب ده ايه فايدته؟ فايدة الخاصية بتاعت الشموع دي في الفتيل، فايدتها ان هي هتحافظ لي على عمر الفتيل. تمام، مش هيخلص بسرعة، لا هيبقى منتظم، اللهب بتاعه منتظم. بننزله كده عادي جدا، وننزل التانية اهي، بننزله عادي مفيش اي مشاكل. نسيبه بس كده مدة ثانيتين يعني، وبعد كده بنطلعهم تاني اهو، مفيش اسهل من كده. بصوا، ونحطهم على اي حاجة عندنا. هنا مثلا انا مجهزة هنا ايه، مجهزة هنا، بس تسيبوهم دقيقتين يعني ماشي، عشان بس يشربوا اهو. تمام، حاسين ان هو مشربش كويس، بس هو شرب كويس اهو. حاسين مشربش كويس، حطه تاني مفيش مشكلة. فاهمين الدنيا اهو عادي، مفيش اي مشكلة. تغطسوه كويس وتطلعوه كده. مش طبعا انا بقى ايه، خلاص انا اتعودت على الشمع بصراحة. يعني ما بلبس جوانتي، ما بلبس حاجه. انا اتعودت على سخونه الشمع عشان بشتغل في الشمع بقالي اهو ايه، داخله على السنه الثالثه. تمام، طبعا احتياطات الامن والسلامه ان انت تكوني لابسه جوانتي يعني عشان ما تتلسعيش. تمام، هينشف على الوضع ده، شايفين هينشف على الوضع ده.